ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في مقارنة جديدة. الناس اللي طلبت مني مقارنة ما بين هاتف اونر 70 او اونر 70 وهواوي نوفا 10 برو. هو ده الاونر 70 وده الهواوي نوفا 10 برو او نوفا 10 برو. جاهزين للمقارنة؟ يلا بينا. ما تنساش بس اللايك، ولو أول مرة تشوف القناة أو خبطت فينا بالصدفة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل مقارنة جديدة بنعملها. هنبتدي بأوجه التشابه بينهم الاتنين زي ما احنا متعودين، وبعد كده هنتكلم على أوجه الاختلافات، وفي آخر الفيديو طبعا هنعرف أي واحد فيهم أفضل من التاني. الأونر 70 هو اللي فيه كاميرا أمامية واحدة، والنوفا 10 برو هو اللي فيه عدستين أو كاميرتين أماميتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول تشابه ما بينهم هما الاثنين هو ان ما تقدرش تزيد مساحه التخزين هنا او هنا، ما تقدرش تركب ميموري كارد. انت عندك 128 جيجا او 256 جيجا في الاثنين. حاجه كمان موجوده في الاثنين هو ان مفيش منفذ للسماعه السلك الاي او اكس زي ما انتم شايفين، سواء في الاونر 70 او حتى في الهواوي نوفا 10 برو. اصدار البلوتوث في الاثنين هو 5.2. الاونر 70 والهواوي نوفا 10 برو الاثنين بيدعموا تقنيه الان اف سي، والاثنين مفيش فيهم راديو اف ام. الشاشه في الاثنين نوعها اوليد، ومعدل تحديثها هنا وهنا 120 هرتز الاعلى، والشاشه هنا وهنا برضو بتحتوي على 1 مليار لون. دي كانت النقط اللي الهواوي نوفا 10 برو او الاونر 70 متشابهين فيهم. تعالوا بقى نروح على اوجه الاختلاف ونشوف مين فيهم اقوى. اول حاجه في اوجه الاختلاف هي الشاشه. خلينا نبتدي بالاونر 70 او الاونر 70. حجم الشاشه 6.6 انش ودقتها 1080 في 2400 بكسل. اما لما تروح عند الهواوي نوفا 10 برو اعلى، لان الشاشه اولا اكبر 6.7 انش ودقتها اعلى 1200 في 2652 بكسل. يعني الهواوي نوفا 10 برو الشاشه اعلى في الدقه وحجمها اكبر في نفس الوقت. طيب خلينا نروح للمعالج. المعالج اللي موجود في الاونر 70 هو كوالكوم سناب دراجون 678 بلس، معماريه 6 نانو اوكتا كور. لما تروح عند الهواوي نوفا 10 برو المعالج برضو كوالكوم سناب دراجون 678 بس العادي مش البلس. معالج رسوميات الجي بي يو في الاثنين واحد، ولكن المعالج الطبيعي اللي بيشغل كل حاجه في الهاتف اعلى في الاونر 70 عن الهواوي نوفا 10 برو. خلينا دلوقتي نروح للبطاريه في الاثنين. الاونر 70 البطاريه بتاعته 4800 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع بقوه كام؟ 66 واط هنا. اما الهواوي نوفا 10 برو البطاريه 4500 ملي امبير فقط، ولكن سرعه شحن اعلى 100 واط 20 دقيقه تفول لك الموبايل. حتى السماعات الخارجيه اللي موجوده في الهواوي نوفا 10 برو هنا نوعها استيريو، فالجهاز صوته عالي جدا. اما الاونر 70 السماعات الخارجيه للاسف عاديه ما هياش استيريو. الاختلاف رقم 5 وهو الكاميرا الاماميه. طبعا واضح جدا ان الهواوي اعلى في الكاميرا الاماميه. ليه؟ خلينا اشرح لك. الاونر 70 الكاميرا الاماميه بتاعته 32 ميجا بكسل، طبعا هي قويه جدا، فتحه عدسه 2.4. ولكن لما تروح عند الهواوي نوفا 10 عدستين اماميتين، واحده فيهم 60 ميجا بكسل الترا لغايه 100 درجه، فتحه عدسه 2.4، والثانيه اللي جنبيها 8 ميجا بكسل بتاعت البورتريه. هتلاحظ ده في ايه؟ لما تيجي تصور فيديو هنا في الهواوي اقدر اصور فيديو بالكاميرا الاماميه بتقنيه ال 2160 بكسل 4K. اما الاونر 70 اعلى تقنيه معاك في الكاميرا الاماميه 1080 بكسل فقط اللي هو فول اتش دي. دي كانت الكاميرا الاماميه متفوق فيها الهواوي. طيب خلينا نروح عند العدسات اللي موجودين في الظهر. مش هتختلف كتير، ولكن عدسه الاونر 70 اقوى. ليه؟ لان عندك واحده 54 ميجا بكسل وعندك واحده وايد انجل 50 ميجا بكسل، والعدسه الثالثه 2 ميجا بكسل بتاعت الماكرو والبورتريه والعمق. اما لما تروح عند الهواوي نوفا 10 برضو 3 عدسات، ولكن واحده فيهم 50 ميجا بكسل الرئيسيه، هنا كانت 54 هنا 50. كمان عندك الوايد انجل هنا في الاونر كانت 50 ميجا بكسل، هنا 8 ميجا بكسل فقط. ولكن لو هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه هنا او هنا، دي كانت الصور العاديه، الاونر افضل. طب تصوير الفيديو الاثنين واحد، لان الاثنين بيصوروا فيديو بالكاميرا الخلفيه 4K، والاثنين فيهم تقنيه التثبيت الرقمي EIS لمنع الاهتزاز اثناء تصوير الفيديو. حاجه كمان اخيره هو ان الاونر 70 بيدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس، هيشتغل معاك 5G. اما الهواوي نوفا 10 برو للاسف اعلى تقنيه معاك هي 4G، ما فيهوش 5G. ملخص المقارنه ايه علشان الناس اللي اتلخبطت؟ الاونر 70 افضل في الكاميرا الخلفيه والمعالج والشبكه لانه 5G. اما باقي كل حاجه في الهاتف الهواوي نوفا 10 برو هو الاقوى. زي ايه؟ زي الشاشه بتاعته اقوى، والكاميرا الاماميه اقوى، والسماعات الخارجيه اقوى، والبطاريه اقوى. طب بالنسبه لرايي انا الشخصي، اعمل لايك الاول وانا اقول لك.
لو الاتنين قدامي وبختار بينهم، خاصة ان هم قريبين جدا في السعر، طبعا هختار الهواوي نوفا 10 برو. دي كانت مقارنة سريعة ما بينهم هما الاتنين. اللي محتاج اي مقارنة تانية يكتبها لي في الكومنتات تحت. اشوفكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة قريب. سلام.